أصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من مهرجان تونس الدولي للفنون التشكيلية، وبالتحديد من محرص هذه المدينة الجميلة الجنوبية الساحلية. التقينا في هذا المهرجان بمشاركة تونسية فنانة تشكيلية، الأستاذة سلاف مبروك. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. بما أننا في تونس معروفة بعادات، تقاليد، تراث، ثروة حضارية فيها ما هو أمازيغي وفيها ما هو إسلامي. إذن أين أنت بين كل هذا في عملك الفني؟ أكيد هو الفنان كلها التجربة بتاعها تنطلق من التراكمات، من التراث، من الحضارة، من الثقافات، وهذا يعني غير هذا يعني شيء معروف لدى المغرب العربي بصفة عامة. يعني شمال المغرب العربي، تونس، جزائر، المغرب، تتقارب في الحضارات، تتقارب في الثقافات اللي مرت عليها، سواء البربرية، الأمازيغية، البيزنطية، إلى أن نوصل المرحلة الإسلامية اللي هي ما نجموش نقول إنها كانت فترة ركود أو قطعة مع الثقافات ومع الفنون، بل بالعكس. من خلال دراستي كباحثة ودارسة في مجال التراث، يعني نكتشفوا لما نشوفوا نروحوا مثلا جامع القروان، جامع عقبة، نعم، تشاهد كون الفنان أو المبدع أو مهما باش نقول عليه اللي خلى بصمته ولمسته الفنية الإسلامية، إنه ما كانش قاطع مع الحضارات الأخذة. بالعكس تلاحظ إنه خذا من الفن البيزنطي، خذا من الفن الروماني، كان فيه تواصل، ما كانش قطيعة. جميل. ما كانش عمره الإسلام يحضر أو ينفي أو يحرم الفن والجمال بصفة عامة. نعم. وهذا بقى يعني يخلي عنا يعني ثروة كبيرة زاخرة. الذاكرة بتاعنا، ذاكرتنا الثقافية والحضارية، يعني بها كم هائل، رصيد هائل. نعم. يمكن انه يستلهم منه الفنان والمبدع بصفة عامة في كل المجالات، في الشكل، بكل شيء. يعني بالفن بصفة عامة. يعني المبدع بصفة عامة، خاصة التونسي، يعني حتى جمال الطبيعة، مناطق الساحلية اللي تفتح على البحر، الجبل، الصحراء، يعني ما شاء الله. يعني عندنا طبيعة زاخرة انها تكون للفنان يعني يستلهم منها الفن لها. نعم. جميل. تونس معروفة بالصناعة التقليدية، خاصة الزربية والخزف. لها تجربتها، ولها بعض الشيء من الألوان التي تستحضر، وهي ألوان محلية. إذن هل الفنان التشكيلي حاليا بما هو موجود، وهذه الأشياء التي أثرت في بوركلي حتى إلى درجة أنه اندهش إلى درجة أنه أصبح من المستهلكين لهذا الجانب الفني، استلهم منها ووصل إلى أن اشتهر أيضا بهذه الأشياء. هل الفنان التونسي حاليا واعي بحضور ونبه ما أن يسترجع هذه الأعمال بطرق معاصرة حسب الاحتياجات والمتطلبات اليوم؟ والله هو هذا يعني حاجة مهمة، إنه الفنان التونسي يعود للتراث، يعود. ماهوش بشكل إني ما نكونش أنا إنسان يعني تراثي، إني نموت ونكبش ونبقى في منغلق يعني ونربط روحي بالتراث. نعم. لكن نكون إنسان عندي لي تراث، صاحب تراث، يعني تراث نرجع ليه، نستلهم منه، نضيف عليه ونطوره. جميل. يعني ما نخليش روحي أنا مربوط به ومحصور به ونجمد غادي. يعني يلزم الإنسان يطور. نعم. يعني كما يقول يعني أحد المفكرين، لا معناه ما نكونش أنا إنسان تراثي، بل أنا إنسان صح ذات تراث، لي تراث. نعم. يعني هكذا من المفروض ان معناها التجارب التونسية المعاصرة تعطي لفتة للتراث.
أين تصنفين عملك هذا الذي أنجزتيه يعني على ملأ من المشاهدين والمتحركين في هذه الورشة؟ والله إحقاقا للحق. نعم. يعني أنا كنت جامدة شوية يعني في التراث. نعم. يعني نرسم أنا من محافظة ولاية المهدية، يعني المنطقة السياحية والجنب بالذات. نعم. يعني القرية الرومانية المعروفة. نعم. يعني كنت حاصرة نفسي في التراث، في التراث كل ما هو تراث، يعني من قلعة، حصان، يعني كذلك يعني المشروع تبع معناه التخرج تبعي كان هو في البحث في التطواج. الوشم هو كان يعني. من بعد حسيت روحي أنا يلزمني نخرج من هذا، يلزمني تكون لي بصمتي خاصة، تكون لي تجربة خاصة. يعني إحقاقا للحق هي المشاركة هذه هي اللي كانت يعني حاجة جديدة، نحسها أنا حاجة جديدة. وإن شاء الله تكون انطلاقة. هو يعني الفنان ديما يجرب وديما يشوف الأساليب لين يلقى روحه ولين ما زلت بعد لم تصني في عمل هذه الورشة الأيام بين يعني تجربة جديدة. قلت لك أنا كنت من الناس اللي مقيدة شوية نفسي بالتراث يعني، وهذا ممكن يكون له السبب يعني إني الماجستير اللي هي شدتني بتاع التراث. نعم. هي ممكن هي اللي مأثر عليا شوية. وستتوظر أكيد مستقبلا. والله أنا نتمنى إنها يكون تأثير إيجابي. نعم. ما تخليني باش ما تقيدنيش ونبقى أنا محصورة يعني في التراث من غير من يعطيني إضافة. نعم. مع الأقل يعني يضيف لي وما يحصرنيش. ما نبقاش أنا رهن هالتراث من غير من يكون يضيف لي ويجدد لي ويخليني نزيد نطور في التجربة بتاعي. جميل. بماذا تودين ختم هذا اللقاء؟ والله أولا هذا المهرجان يعني فرصة فرصة جيدة وفرصة حلوة إن شفنا معناها إني تقربت من الناس. يعني واحد كان يحلم إنه يلتقي فيهم ويشوفهم مثل حضرتك، مثل عديد من الفنانين الكبار اللي واحد يعني ممكن هو يعرفهم يعني كما نقول أنا يعني افتراضيا. شكل العكس هيك افتراضيا يعني عبر يعني الموسوعة بتاع الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي أو كذا. لكن هذه فرصة إنك تكون قريب مني، إنك تشوف تجربته، إنك تشوف كيف يمارس يتعامل مع اللون، كيف يتعامل مع يعني تتعرف على برشا تجارب تكون تضيف لك يعني. والحمد لله يعني كانت هالفرصة هذه بتاع المهرجان إن أتاحت لي أنا بالذات، يعني إني شفت فنانين كبار. الواحد يعني يكون سعيد انه يلتقي فيهم ويشوفهم عن قرب ويشوف تجاربهم ويشوفهم كيف يتعاملوا كيف يعني فرصة جميلة جدا. شكرا للأستاذة ثلاث. مبروك. سيدتي على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. الله يخليك. شكرا. تسلم أستاذ. صحيح.